مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة التورتة الجميلة دي للناس المبتدئة ب 300 جرام بس دقيق و3 بيضات. هتعملي تورتة حلوة جدا. التورتة دي هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن أي حد يقدر يتعلمها معانا. يلا نروح مع بعض على المقادير. في بولة العجان أنا ضفت ربع كوباية مية، وضفت 3 بيضات، وضفت 300 جرام دي سبونج جاهز. دي السبونج الجاهز دوت كان عندي بالفانيليا، بس احنا هنزود له الكاكاو. وضفت معلقة محسن، وبعد كده فانيليا عشان البيض. هبدأ بقى أشغل العجان عليهم لمدة 10 دقايق. لو مش متواجد عندك عجان هتستعملي المضرب الكهربائي. تعملي يعني تضربي بيه الخليط كله لغاية ما القوام معاكي يوصل تقيل جدا. عشان تضمني ان الاسبونج بتاعك ناجح لازم قوام الاسبونج بتاعك يبقى بالشكل ده. واول ما الخليط بيبقى قوامه تقيل كده ببدأ انزل بمعلقة ونص كاكاو خام اسباني. تمام. وبعد كده برجع اشغل العجان تاني، وحطيت بس حوالي معلقتين مية عشان الكاكاو طبعا بيبقى تقيل، فخففته بس يعني يدوبك معلقتين بالظبط مية، اللي هما معلقتين صغيرين. جبت بقى حلة بطنتها بالشكل ده. طبعا لو متوفر عندك الصينية تمام، مش متوفر اعملي في حلة ألمونيوم بتبقى حلوة جدا في الكيك بتاعنا. بطنتها بورقة زبدة، وبعد كده بدأت أسوي الخليط بالشكل ده. دخلت بقى الصينية بتاعت الكيكة على درجة حرارة 180. قبليها بنبقى مشغلين الفرن حوالي 10 دقايق. أخدت عندي حوالي تلت ساعة، خرجتها بقيت بالشكل ده عندي. بصوا بوريكم الارتفاع بتاعها مناسب جدا، وهنقسمها على 4 طبقات. جبت بقى اللي هو المنشار بتاع التورت، قطعت بيه التورته على 4 طبقات. بصوا هي مفرغة من جوه وجميلة جدا. لو انت حابة تخلي طبقة الكيك تخينة قطعيها بس على 3 طبقات. تمام. بعد ما قطعتها بالشكل دوت جبت القاعدة، بدأت بقى اعمل الكريمة. كنت محضرة كريمة بالشوكولاتة، وده جناش مخففاه بربع كوباية لبن، وبدأت أزقي بالتورتة. هي أخدت عندي حوالي كوباية كريمة. أنا بستعمل كريمة المتحدة، فطبعا كل واحد حسب النوع بتاع الكريمة هي ممكن تاخد معاكي قد إيه. يعني أنا الكريمة بتاعتي المتحدة بترمي كمية حلوة، فأخدت يا كوباية كريمة بالظبط. ضفت على الكريمة معلقة جناش، يعني من كوباية كريمة ضفت عليها كوباية مية أو كوباية وربع بالظبط مية، وضفت عليها معلقتين كبار جناش. وبعد كده بدأت بقى أضربها بالمضرب الكهرباء أو لو موجود عندك عجين. وأول ما قوام الكريمة بيظبط معايا وبيبقى تقيل بالشكل ده ببدأ بقى أشتغل بيه على التورتة. تمام. والجناش بتاعي بدأت أزقي بيه اللي هو احنا كنا مخففينه. وبعد كده بدأت أعمل طبقات من الكيك، وبدأت أحشي طبقة كريمة، والطبقة التانية بتبقى جناش. بيبقى حلو جدا في طعم التورتة. بعد ما أنا قفلت التورتة بالشكل دوت، يعني جبت قمع بتاع حلواني، قفلت الكيك بالشكل دوت. هبدأ بقى إن احنا نجلسها مع بعض. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لغاية كده في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لي لايك كده حلو، وتسلم ايدكم مقدما. باملى بقى كل الجوانب بالشكل ده، وببدأ بقى أجلس. بصوا ممكن لو سباتولا عندك بظهر سكينة تكون عريضة. لو انتي ست بيت أو مش قادرة مثلا يبقى عندك الأدوات. أي حاجة هتكون موجودة عندك هتقدري تجلسي بيها، فإحنا ما بنقفش على أي حاجة خالص، وبنعمل كل حاجة بإيدينا وبتبقى زي الفل. بعد ما أنا جلستها بالشكل دوت جبت يعني جبت اللي هو السكريبر مشرشر، وبدأت أعمل بيه الشرشرة بتاعة التورتة بالشكل ده. جبت الجناش بدأت بقى أحطه في كيس وأعمل بيه اللي هو الدريبات. بصوا التورتة دي بسيطة جدا، لو أي حد مبتدئ بجد هيعرف يعملها. يعني بصوا مجرد ما يدخل المطبخ ويبدأ يحضر حاجات التورتة، هي ما فيهاش أي حاجة صعبة، سهلة جدا.
ولو السكرابل بتاع اللي هو بيبقى المشرشر دوت مش متوفر عندك، مفيش اي مشكلة، اعمليها الجوانب بتاعتها عايدة يعني سادة خالص، برضو بتبقى حلوة جدا. بدأت بقى اجيب الجناش، حطيته من فوق كده على التورتة لغاية ما ظبط معايا بقي بالشكل ده. جبت بقى الروزيتا اللي هي بتاعت القمع بتاعت البيديفور، بدأت اعمل وردات كده هوت. بحب ان انا اعملها بس بتبقى حجمها كبير شوية عشان تدي شكل حلو معايا. بضغط ايديا لغاية ما اطلع بالروزيتا كده بالشكل ده لفوق. هعمل بقى اخر واحدة، بصوا بوريكم شكلها. كان عندي بقى اللي هو الورق الترانسفير على شكل قلب، حبيت ان انا اعمل لها تزيين. لو مش متوفر عندك اللي هو الورق الترانسفير، ممكن تجيبي اللي هو البسكوت الاوريو وتحطيه كده بدال القلوب دي، هتدي برضو شكل حلو جدا معاكي. نفس القمع برضو بدأت اعمل بيه روزيتا من تحت، اقفل بيها التورتة تدي شكل جمالي معايا. بعد ما بخلص بقى الشكل الدايرة كله بالشكل دوت، هتكون بقى معايا تورتة حلوة جدا وبسيطة، مفيش اي حاجة فيها صعبة. بعد كده بدأت بقى اجيب كريسبات احط بقى من فوق كده الروزيتا تدي شكل حلو معايا. اظن بقى مفيش يعني بصوا مفيش ابسط من كده في التورت، وحاجات كده بسيطة خالص وسيمبل في نفس الوقت. هتعجبكم جدا، وفي نفس الوقت هي سهلة خالص، مفيش اي حد يعني هيقدر ما يعملهاش. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. ياريت فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم.